السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معلماتنا العزيزات، أعزائي الطلبة والطالبات، معكم المدربة حليمة عبد الرحمن السنوسي. في هذا الفيديو نبي نشرح طريقة الدخول للبوابة لأول مرة. طبعا هي طريقة سهلة جدا، ندخل عن طريق أي متصفح، وليكن مثلا الجوجل. نضغطوا على الجوجل، مجرد ما نحن نكتبوا البوابة الليبية للتعليم الإلكتروني تظهر معايا الأيقونة هذه أو الخيارات هذه. نضغط على أول خيار ونقدر نحن، طبعا هي الدخول عن طريق البوابة اللي هو بطريقة الرابط، إذا كان نحن حافظين الرابط متاعها على طول، اللي هو www.school/ly.com. وإذا كان مش حافظينها نلقوه نحن موجود عندنا في المتصفح الجوجل، بمجرد ما نضغطوا على كلمة البوابة الليبية للتعليم الإلكتروني. لما تظهر عندي الصفحة هذه اللي هي الصفحة الأولى للبوابة، طبعا فيها نبذة مختصرة على البوابة وكذا. نحن نضغط على أول أيقونة مكتوبة فوق في المربع هذا اللي هو الدخول للبوابة، نضغط عليها. تمام، فتحت معي الصفحة هذه اللي هي حتى هي فيها بعض المحتويات والأشياء اللي تحتوي عليه البوابة الليبية للتعليم الإلكتروني. نضغط عندي طبعا هنا فوق أيقونتين فيه كلمة دخول، وعندي هنا دائرة الكرة هذه. طبعا الكرة هذه لو نحن بغيروا لغة البوابة من العربي للإنجليش، نضغط عليها. كان نبي عربي نضغط على كلمة عربي، نبي إنجليش نضغط على كلمة إنجليش. وبعدين نجي ندخل عن طريق كلمة دخول، نضغط عليها. تمام، تفتح معي الصفحة هذه اللي هي كيفية الدخول في البوابة عن طريق الاسم المستخدم وكلمة المرور. تمام، نجي أنا في اسم المستخدم هنا، نضغط على اسم المستخدم ونحط الرقم الوطني اللي هو متاعي. أي رقم وطني، رقمك الوطني نبدأ ندخله، بس لازم نتأكدوا نكون الرقم الوطني صحيح، ما فيش أي خطأ. بعد إذن الأبلة ناخذ منها ناخذ الرقم الوطني هذا لأول مرة، ما بيش نخش برقمي أنا لأني أنا من قبل داخلة في البوابة. فيه بعض الخطوات اللي هو لازم أنتوا تطبقون، اللي هو للدخول لأول مرة. لذلك أنا بناخذ لكم هنا رقم وطني أول مرة يدخل للبوابة علشان تشوفوا الخطوات هذينا. تمام. وطبعا نجي هنا في كلمة المرور، نضغط 1 2 3. هذه حاجة كلكم متفقين فيها، اللي هي كلمة المرور. وبعدين تحت هنا نلقى تذكر اسم المستخدم، ندير عليه صح، اللي هي نضغط عليها نفعلها. ليش؟ عشان أنا أي مش كل مرة كل ما بخش بنكتب اسمي أو رقمي الوطني وكذا، خلاص نلقاه جازت عندي. تمام، نضغط كلمة دخول، إن شاء الله تفتح معي على طول بكل سهولة الصفحة. تمام جدا. أول شيء هنا عندي كلمة عند المفتاح هنا، هل تريد حفظ كلمة المرور؟ هذه يحفظها لك في الجوجل، يعني أي وقت خلاص تجد محفظة عندك، نديروا لها حفظ لو نحن نبي نحفظوها. لو نحن مش نحفظوها نديروا لها إلغاء. نجي هنا نلقى لوحة القيادة. لوحة القيادة هذه فيها كلمة نيكست في النص، هذه اللي هي المربع الأزرق، نضغط عليه. تجيني نفس الطريقة مرة ثانية لوحة القيادة بكلمة المرور الزمني وكذا. النت شوي ضعيف في اهتزاز وبعدين نجي هنا نفس القصة، المواد اللي تتم الحصول عليها مؤخرا نضغط حتى هي نكست. نظرة العامة المقرر، نضغط نكست. نفس القصة، جي تمييز بنجمة وأخفاء، نضغط نكست. خيارات العرض نفس القصة، نضغط فيها نكست. ونهاية الجولة اللي هي نضغطه نكست حتى هي نفس القصة، وندخل نحن على الصفحة بكل سهولة. تمام، دخلت على الصفحة هذه اللي هي صفحة الأستاذة مبروكة. نجي هنياهي نلقى فيها الصفحة مكتوبة باسمي اللي هو اللي عشان نتأكد كلمة المرور، ونلقوا المقررات اللي هي صفحة التدريب وصفحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.